جيت وجبت لكم معايا الحلوه اللي ديريها من تخلص من جيبي غير حبه تاع البيض وجيبي كاس غير ربع تاع الزيت، ويلا نحضروا هذا الكاطو سنيوه ولا كروكي سنيوه كيما حبيتي تسميه. لو كان تشوفي المكون اللي ضفته لها راح تكتشفي معايا اليوم ذوق جديد في كاطو سنيوه. جاب بزاف 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 خفيف صراحه، اللي داقوه عندي حسبوه كامل مسكوتشو من خفه لي فيه، وانتي تاني كي ديريه راح تقولي نفس الكلام. ديروا لها حفظ لانه راح توالم بزاف ضيوف الغفله، القهوه تاع العصر توالم هكا الوليمات تصغر حتى للعيد ان شاء الله. يلا ما نطولش عليكم ونروح نحضروها على بركه الله وبسم الله. كنتوا طلبتوا بزاف مني وصفات يكونوا بساط وسهلين وسريعين، وخاصه ماشي ما فيهمش بزاف البيض. يلا نحضروها بحبه تاع البيض ودير لكم كميه ما شاء الله. درنا في ريسيبيون رشه تاع الملح، حبه تاع البيض، ودرنا كاس قريب غير ربع تاع السكر، سكر حبيبات. نخلطو مليح بالفوي حتى يولي خليط، يولي خليط كريمي، ورايح شويه للابيض. فوالا هنايا راح نضيف كاس غير ربع تاع الزيت، يعني نفس المقدار تاع الزيت نفس المقدار تاع السكر، يعني الكاس ما لحقش قريب غير ربع، قعد شويه فقط على غير ربع. نزيد ندمجو نخلطو مليح، وقعدوا معايا وشوفوا معايا المكون اللي راح نضيفوا لهاد الحلوه، هي اللي خلاتها تجي فيها بنه مميزه وفيها خفه كيما تاع المسكوتشو. ما تصابيوش واكتشفوها معايا، واكتشفوا معايا هاد الحلوه اللي قلت لكم صراحه قد ما نشكرها لكم راحش نكفي في حقها. خلطت مليح هذاك الزيت حتى ولا على قوام كشغل تاع المايونيز. هنايا راح نضيف المكون اللي قلت لكم عليه اللي هو 4 حبات تاع الفرماج، يعني 4 مثلثات جبن، ولا اللي ما عندهاش مثلثات تقدر دير ملعقه كبيره مملوءه تاع الجبن. هاد الجبن عطاله واحد البنه لهاد الكروكي ولا كاطو سنيوه بزاف مميزه. هاد البنه يعني اسرع حلوه ولي طير في دقيقتها. جامي درت حلوه وخلاص التمتم، هذه الحلوه اللي درتها في حياتي وخلاص في نهارها. انا خلطت مليح هذاك الفرماج وبديت نضيف الفارينه. عندي الكاس الاول قصت لكم بالكاس هكا باش تجيكم نفس المقادير اللي كيما درتها انا، تجيكم نفس العجينه. عندي الكاس الثاني، وبالنسبه للخميره راح نديرو نص كيس تاع خميره الحلويات، عفوا كيس تاع خميره الحلويات ما يعادل حوالي 10 غرام. هنا مازالني في الكاس الثاني تاع الفارينه. هنا في الاول نخدم بالملعقه ومن بعد نحي الملعقه باش نشوف اسكو مازال خاصها ولا لا. ما تكملوش بالملعقه سينو راح تغلبكم الفارينه وتنشفوا العجينه. انا مانيش حابه نشفها، راني حابه نخليها شويه طريه. هذيك العجينه تاعنا شوفوا تكون هكا طريه، شوفوا كيفاش راهي طريه، لازم تكون هكا باش تجيكم الحلوه تاعكم خفيفه. انا خلاص راني لحقت القوام، والكاس الثاني هاوش قعد لي منه شفتوه حوالي هكاك ربع. بالنسبه للفرينه استعملت سيم. نروحوا طريقه التشكيل. حكمت هنا شويه زيت ونقسم العجينه على 2. تقدروا ديروا هاد المرحله ديروها ضربه واحده، يعني ما حبيتش ديروا هكذايا على شكل كروكي، تقدر ديروا كاطو سليوه في بلاطو واحد يعني دفعه واحده، ومن بعد كيما تحبي تزينيه. انا برك حبيت نعطيو لكم بهذه الطريقه على بالي كاين بزاف اللي يحبوا الكروكي. حكمتو درتو على شكل حربوش هكا، ونحاول اني نغلقلو كامل هذيك وين مشقق وين هكا باش يجينا الشكل تاعو شباب. في الاول نديرو هكا حربوش خشين، نحطو فوق بلاطو اللي فيه ورق الطهي، وهذاك ورق الطهي مدهون بالزيت، ونحاول اني نبسطو. شوفوا هنا بالنسبه يعني الحربوش تاعكم تاع الكروكي ما تحلوش بزاف، يعني ما تحاولوش انكم ديروه عريض لانه فيه خميره الحلويات راح يزيد يكبر الشكل ديالو. من الاحسن ديروه حجمه صغير مع يزيد يتفاعل راح يولي حجمه ما شاء الله. نحاول اني نسقمهم، يعني الله يبارك حبه بيض خرجت لنا كميه ما شاء الله، ولا كانت درنا اكثر راح تزيد تخرج لكم اكثر. الا درتو 2 حبات تاع البيض اكيد راح تزيد تخرج لكم الدوبل تاع هذه الكميه، يجوكم 4 حرابش، يعني ما شاء الله تقدري تعمري بها علبه وما راح تشد لكم هذه الحلوه. صدقوني نتخاطر معاكم الا شدت لكم هذه الحلوه فوق نهار، خاصه اللي عندهم افراد العائله كبيره. ممكن تحطيها للضيوف ولا كامل راح ياكلوا ويزيدوا كامل. هذه اللي نضمن لكم. نحاول نعدلها مليح.
انا هنايا باش ندهنها عندي شويه تاع الماء فقط مع قطره هكا تاع الزيت، وندهن مليح هاد الكروكي تاعي. هاد الماء الدور تاعو شوفوا يعطينا لون ويعطينا واحد الخفه لهاد الكروكي بزاف 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 هايله. جربوا دهنوا بالماء وقولوا لي واش اكتشفتوا. دهنتهم مليح هكا بالماء، واني مشعله الفرن على اقصى درجه، راح نخليه يطيب من تحت ومن بعد نزيد نحمره من الفوق، ودوك نشاهدوا النتيجه تاعو. هاوليك معنا انا هدا من خرجته من الفرن. شوفوا الله يبارك كيفاش جايه البنات، ما شاء الله اللون ديالو. انا حكمت المعجون وهو سخون راح ندهنه كامل بالمعجون هكا باش يتشرب معانا. علاش قلت لكم عفوا جا كي نسكوتشو، هاد المرحله مهمه جدا. هو سخون هكذاك من الفرن مباشره تدهنوه بالمعجون. قلت لكم تقدروا ديروه كميه كبيره في بلاطو، يعني مربع ولا مستطيل، وتقطعوه مراسم مربعات، نفس النتيجه يجيكم شغل مسكوتشو. انا دهنتهم مليح بكميه ورشيتهم. كاين هذه رشيتها بالكاوكاو محمص ومرحي خاشن شويه، والاخرى بجوز الهند نواه كوكو. وتحصلنا على حلوه سريعه بسيطه، مكونات في متناول الجميع، يعني ولا اروع ولا اسهل. اكيد انا حنخليها تبرد شويه لانه مازالها سخونه مازالها دافيه باش نقسموها مع بعض. شوفوا الله يبارك ما شاء الله البنات، خليت لكم هاد الصور. يلا نقسموا مع بعض. ديجا كي تكونوا تقسموا فيها تحسوا بلي حاجه خفيفه بزاف بزاف، تحسوها بلي صح مسكوتشو. انا نقول لكم ما قدرتش نوصف لكم تشوفوهم كيفاش كانوا يعلقوا وكيفاش كانوا ياكلوا فيها، طارت في السما. هاي لك معانا النتيجه. شوفوا الله يبارك كيفاش جات قشي مرسوم مسكوتشو. لو كان درتوها شويه عاليه وقطعتوها مراسم تبان مسكوتشو، وانا ما حبيتوش يجي عالي بزاف. لو كنتو ما حبيتوه يجي عالي بزاف تقدروا ديروا حربوش كبير، انا حبيتو يجي هكا ماشي عالي بزاف، وفي نفس الوقت باش يقطع لي كميه مليحه. دوك نقدمه معاكم وشوفوا النتيجه ديالو. هاوليك معانا دوك نقسم معكم الحبه باش تشوفوا كيفاش بلي الصح راهي طريه، ما يسحقش كامل انك تعذبي معاه ولا ابين تحركيها بصبعتك تتقسم. شوفوا يا البنات روعه روعه، ما عندي ما نقول لكم. جربوه، هذا لازم عليكم تجربوه، وعلى بالي كامل راح تقولوا لي يعطيك الصحه. نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه البسيطه اللي حضرتها معكم. معي نقول لكم غير تنتظروني في موعد اخر. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.